الفيديو اللي فات آخر حاجة وقفنا عندها وهو إن إحنا أنشأنا الموقع وسطبنا الديمو بتاعه وظبطنا الإعدادات وبقى بالشكل الجميل ده. الفيديو ده بقى هنتعرف إزاي إن إحنا نخصص أو نغير كل حاجة عشان تناسب الهوية بتاعة البراند بتاعنا سواء الشركة بتاعتنا أو شركة العميل. بس قبل ما نبتدي نعرف نعمل ده أتمنى تعملوا لايك على الفيديو ده وتشتركوا في القناة، واللي عنده سؤال أو عنده تعليق حلو يكتبه لي تحت. طيب نبتدي بسم الله. أول حاجة عندك إحنا عندنا فتحنا الموقع أهو، طبعا إحنا عارفين بنفتحه إزاي من الداشبورد. جينا هنا عند براند وقلنا له فيزيت سايت. بعد ما فتح معانا الموقع بالشكل ده هنبتدي ان احنا نعدل. لو انتوا فاكرين احنا كنا ثبتنا حاجه واحنا بنشتغل اسمها اليمنتور. لو جينا هنا على البلجن فتحنا البلجن هنلاقي كنا مثبتين حاجه اسمها اليمنتور، وقلنا اليمنتور ده هي البيج بيلدر اللي احنا هنشتغل بيه. تعالوا ندخل هنا على الصفحه الرئيسيه. انا عايز ابتدي اعدل المحتوى ده، احط صوره خاصه بالبيزنس بتاعي، اكتب بياناتي، احط اللوجو. فهنيجي هنا فوق على الخانه دي اللي اسمها اديت ويز اليمنتور، او لو انت قالب عربي هتلاقيها التحرير او التعديل بواسطه اليمنتور. هندوس عليها نفتحها، فتحت لنا تابه جديده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل حاجه عندي هنا طبعا انجليزي، انا قاصد ان احنا نتعلم بالانجليزي الاول عشان العربي هيبقى كل حاجه معربه عندك سهله. فهتلاقي فاتح عندك كده الصفحه، شكل الصفحه اللي احنا شغالين عليها اللي هي الهوم العاديه خالص، وهنيجي نلاقي هنا قائمه فيها شويه حاجات كتير، وهنيجي نبص هنا على الشمال هنلاقي حاجه بتتحرك كده اسمها الاستراكشر، بتبقى مفتوحه عن طريق الجزء اللي فوق ده. يعني لو جيت دوست هنا كده هتختفي، لو جيت دوست هنا هتشتغل. طيب واحده واحده تعالى نشرح ايه هي الحاجه دي. قلنا اليمنتور ده هو البيج بيلدر اللي انا ببني بيه او بتحكم فيه ان احط العناصر دي، سواء ده اسمه عنوان، ده اسمه نص، ده زرار بيداس عليه عشان يعمل حاجه معينه بيسموه بوتون اكشن، وعندك هنا مثلا الصوره. الجزء اللي على اليمين ده وهو الجزء الخاص بالتقسيمه بتاعه الموقع. فاليمنتور بتشتغل بحاجه اسمها الكونتينر، فالمربع الكامل ده كله كده لو جيت وقفت عليه هنا كله او دوست هنا كده ده اسمه كونتينر. الكونتينر ده ممكن يبقى جواه اكتر من كونتينر تاني، والكونتينر نفسه ممكن يبقى جواه العناصر. زي ما انت عندك هنا الكونتينر ده الاساس اللي هو الكبير، جواه كونتينر تاني اللي هو ده بيحتوي على الهيدنج اللي هو العنوان، تكست اديتور اللي هو النص الصغير، البوتون اللي هو الزرار، والايكون. تمام. فدي وظيفه الاستراكشر. ميزه الاستراكشر دي انها بتوريك كل جزء هنا في الموقع تقدر تتحكم فيه وعباره عن ايه لو انت مش عارف توصل لحاجه فيه. يعني بدل ما تدوس هنا او تتلخبط او انت مش عارف انت فين، فممكن تتحكم عن طريق الاستراكشر ده. نيجي هنا نرجع لإليمنتور. إليمنتور عندك هنا في بعض الحاجات وهي بيشتغل بخاصيه الدراج اند دروب، يعني باخد الحاجه اروح شاددها ورميها هنا كده، دي بيسموها الدراج اند دروب، وابتدي اعدل عليها. فلو جينا بصينا هنا عندي هنا البيزك او الاساسيات اللي هو عندي اقدر اضيف عنوان، اقدر اضيف صوره، تكست اديتور زي ده، اقدر اضيف فيديو يبقى هنا جزء احط فيه فيديو يشتغل، ديفايدر او اللي هو بيقسم، البوتون زي الزرار ده، جوجل مابس، وهكذا. وفي حاجات كتير. طبعا دي الحاجات الاساسيه اللي مفتوحه عشان دي النسخه المجانيه. النسخه المدفوعه منها بتلاقي البرو ده كله مقفول. في البدايه كده خلينا اديكم حاجه حلوه، معلومه لذيذه. المنتور دي عشان تشترك فيها اشتراكها في السنه غالي. يعني لو جينا دخلنا على الموقع كده هنلاقي المنتور اهو. لو جينا دخلنا على البرايسنج وهنختار البيج بيلدر، بس احنا عايزين نشتري البيج بيلدر، هتلاقي ان انت بتدفع له فلوس كل سنه. اقل خطه خالص تبقى ب4 دولار في الشهر، فالخطه غاليه مش رخيصه، وفي البدايه انت مش هتعرف تستخدمها. طيب هل المجاني كافي منها؟ كافي، لكن في بعض المميزات في البرو حاجات كتير جدا مش هتعرف تستخدمها. فانا هديكوا تركايه حلوه، بس يا ريت تعملوا لايك الاول. هتيجي معايا هنا على بحث جوجل تكتب حاجه اسمها برو اليمنتز وتدوس انتر، هتظهر لك اول اختيار هتدوس عليه وهتفتح لك الصفحه دي. ما مجرد انك هتقول داونلود هيفتح معايا صفحه الداونلود. هقول له والله نقفل دي كده، اقول له احنا هنعمل بالانترنت داونلود مانجر، انا عايز احفظ الملف هنا، وهدوس له سيف. خلاص كده انا نزلت الاداه دي او الاضافه دي. هروح جاي قافل ده وداخل على الموقع بتاعي هنا كده على البلجن، واقول له اد بلجن. انا لو دوست اد بلجن هنا اقدر اختار او اثبت البلجن من المتجر بتاع الورد بريس، او اعمل زي ما عملت في السيم ان انا اقول له ابلود بلجن وابتدي اختار اللي انا نزلتها. جاب لي هنا هي البرو اليمنتز، هدوس اوبن وادوس له انستول ناو. بيبتدي يحمل، وبعد ما بيخلص بيقول لي والله انا سطبت البلجن انستولد سكسسفولي. هقول له اكتيفيت بلجن. طيب ايه بقى اللي انا عملته ده؟ البلجن دي كده هتفتح لي كل المميزات اللي موجوده في الاليمنتور برو هنا وببلاش. فاتمنى التركه دي تكون عجبتكم وتفيدكم، تقدروا تستخدموها ومجانيه وامنه ان شاء الله. خلاص هاجي هنا كده، انا عندي هنا لو خدتوا بالكم حاجه تستخدم مثلا السيرش في البرو، بيقول لي انت لازم تشتري، مش هعرف. طيب لو جيت بصيت هنا كده جيت عملت ريفرش،
هيقول لي ريلود. اول ما عملت ريفريش هنا هلاقي البيزك زي ما هو. لو جيت نزلت تحت على البرو هلاقي علامه القفل اتشالت من عليها، واقدر استخدم اي حاجه موجوده فيها. فلو جينا كنا بندور المره اللي فاتت في السيرش، اقدر اسحب السيرش واحطه واشتغل. يبقى كل الادوات او كل العناصر اللي كانت مقفوله بفلوس هقدر استخدمها دلوقتي ببلاش. طيب نيجي بقى واحده واحده. احنا هنقفل الاستراكشر ده دلوقتي، انا مش عايزه، هقفله من هنا. انت لو احتاجته في اي وقت هتعمل بيه حاجه او تهت في المكان، هتروح دايس هنا يظهر لك على طول البنيه بتاعت الصفحه كلها. هنقفله دلوقتي وهنيجي نبتدي نعدل بناء على اللي موجود، ولو احتاجنا حاجه من هنا هنحطها. فعندي هنا ده العنوان الرئيسي، كاتب لك مثلا ديجيتال برودكتس فور بزنس. فاحنا نفترض احنا قلنا شركه تسويق. انا دلوقتي استعنت بشات جي بي تي بصراحه عشان دماغي واقفه مش لاقي حاجه اكتبها، فخلينا نختار سلوجان مثلا ميك يور نيم هير. خلاص، خلي اسمك يتقال او يتسمع او يتشاف سي. يعني الموضوع سهل جدا. باجي اقف هنا كده هيفتح لي القائمه دي هنا اللي هي فيها الهيدنج. هروح ضايف اللي انا خدته، هيقول لي ميك يور نيم هير، ظهرت لي بالشكل ده. طيب احنا لو جينا بصينا هنا قبل ما نعمل، لقينا ايه هنا؟ كلمتين وبعدين كلمتين، فشكلها الطف والذ. لكن هنا كله جاي في سطر واحد. طب انا عشان احل المشكله دي اعمل ايه؟ اجي هنا عندي في التايتل، واروح جاي واقف هنا ما بين الكلمه اللي انا عايز اعملها تبقى في سطر تاني، وادوس شيفت مع انتر. خلاص، فهو هنا كده لو جينا بصينا هنلاقي خلى الكلمتين متقسمين زي ما موجود في الموقع هنا، لكن مفيش حاجه اتطبقت هنا. طيب احيانا بيتطبق، واحيانا في الوضع بتاع التايتل ده او الهيدنج اللي هو العنوان ما بيتطبقش. طب احل المشكله دي ازاي؟ احل المشكله دي بحركه موجوده الناس اللي شغاله HTML تبقى عارفاها، وهو انا بفتح تو براكت، ماشي، او مش براكت، بفتح قوسين اللي هو علامه اسف اكبر منه واصغر من، هتلاقيهم ظهروا لي هنا هم، وبروح كاتب وسطهم بي خفيفه ار. هلاقي ان الشاشه او الاسم عندي اتقسم بقى كلمتين فوق وكلمتين تحت. طيب خلينا ممكن نحط هنا حرف الان كابيتال، وبرده حرف الاتش كابيتال، وبرده عندك حرف اليو. نفترض ان الشكل بتاعها كده الطف. ميك يور نيم هير. بعد ما بخلص هنا انا اقدر اعمل ايه تاني؟ عندي هنا دي الخانه بتاعت الكونتنت. الكونتنت دي المكان اللي انا بكتب فيه. بيقول لي تقدر تحط لينك، يعني انا اقدر اخلي الكلمه دي لينك، احط لينك هنا اللي يدوس عليها يدخل على حاجه، بس طبعا انا مش عايز كده. وهنا بيقول لك اتحكم في الحجم بتاعها، فبيقول لك هو العنوان ده المقاس بتاعه H2، ممكن نخليه H1 يبقى اكبر. خلاص، خليه H2 زي ما هو، واحنا هنكبره من جوه. في عندك بقى الخانه بتاعه الستايل او التنسيق. بيقول لي والله الهيدنج بتاعك ده انت عايز مكانه يبقى فين؟ اقدر اخليه في النص، اقدر اخليه شمال، اقدر اخليه يمين، وهكذا. ففي النص هيبقى منطقي اكتر. هنا الجزء بتاع التايبوجرافي اقدر اغير الخط نفسه واعداداته. فهاجي للفونت مثلا، الفونت هنا انجليزي، ممكن نختار حاجه زي كايرو، ده فونت مشهور الناس اللي بتشتغل على فوتوشوب وكده هيبقوا عارفينه. فممكن اجي اقول ماشي والله هنستخدم الفونت بتاع كايرو. السايز بتاع الفونت 80، ممكن نكبره شويه نخليه مثلا 90. الويت بتاع الخط نخليه مثلا 900 فبقى اتخن. ونقدر نتحكم في بقيه الحاجه تانية. ترانسفورم نخلي الحروف كلها كبيره اور كيس ابر كيس، او نخليها ديفولت زي ما هي. ونقدر نغير في الستايل بتاعه نخليه ايتاليك. نفس الفكره خالص لو انت شغال على فوتوشوب. تقدر تتحكم هنا مثلا في البعد بتاع المسافه ما بين الكلام، او حتى المسافه ما بين الحروف نفسها، ابعدها عن بعض او اقربها. تمام. واقدر اتحكم برضو في المسافه ما بين كل كلمه والتانيه، ابعدهم عن بعض. فاحنا هنفترض الشكل ده كويس. خلاص، خلصنا من الخانه بتاعه التايبوجرافي. اقدر اعمل ستروك للكلام، نفس اللي انت بتعمله في الفوتوشوب بالظبط تقدر تتحكم فيه. فممكن اخليه مثلا هنا 15. 15 طلع كتير قوي، نخليه مثلا 1. كده كده الشكل كده عاجبني، مش محتاج ستروك. لو انا حطيت مثلا هنا 12، خلاص الستروك كده انا مثلا عايز الغيه. طيب هلغيه اعمل ايه؟ هروح جاي دايس هنا ببساطه على السهم ده، هيرجع لي كل حاجه زي ما هي. واقدر احط برده للتكست شادو في كميه حاجات كتير. الناس اللي شغاله بالفوتوشوب هتلاقي الموضوع سهل جدا، مش محتاج شرح كتير. تقدر تعمل بلند مود انه يبقى مثلا سكرين، تقدر تعمله ملتبلاي يبقى مع حاجه تانية، وهكذا. هنخليه نورمال عادي طبيعي جدا. اقدر النص ده عندي هنا لونه ابيض، فلنفترض مثلا انا عايز اغير اللون بتاعه، فاخلي التكست كلر، اقول له والله خلي اللون بتاعه احمر، اسود، ايا كان. هنخليه ابيض زي ما هو. ممكن اجي هنا وهعمل هوفر للنص نفسه، فالنص مثلا لما يتوقف عليه او يبقى محطوط فيه لينك يدي لون تاني مختلف عن الابيض.
وعندي اخر خانه هنا وهي الادفانسد، ودي مش هنلجا لها دلوقتي، دي فيها شويه اعدادات متقدمه هنحتاجها بس فيما بعد. طيب كل خانه من الخانات بيبقى فيها الثلاث حاجات دول، سواء زرار، سواء عنوان زي ده، سواء نص او تكست، بيبقى فيه عندك الكونتنت والستايل والادفانسد. خلاص غيرنا اول حاجه، هنحط تحت هنا مثلا هنفترض كلام. طبعا انت تقدر تكتب هنا بالعربي عادي، يعني انا ممكن اغير ده خالص، اشيل ده خالص، اخده كده كوبي، واجي اقول هنا مثلا السلوجان اللي احنا كنا حاطينه في الاول بالعربي، اسم يحدث، كنا كاتبين اسم يحدث الفرق، فاقدر اكتب هنا عربي خالص، مفيش اي مشكله. تعالوا بس نعدل دي بالشكل ده، مفيش اي مشكله خالص، اقدر اعمل اللي انا عايزه. وممكن نغير حتى الخط عشان يبقى مناسب للعربي، فممكن نختار بدل كايرو الخط اللي اسمه تجوال، الخط ده انا بحبه جدا، ويبقى بالشكل ده. بس خلينا دلوقتي احنا ماشيين بنصمم البراند بتاعنا عشان يتشاف لناس اكتر، فهنخليه بالانجليزي، فنرجع زي ما احنا. تمام. فكره النص اللي تحت برضو زي اللي فوق، هتدوس على الجزء الخاص بالنص نفسه، هيفتح لك المربع اللي فيه الكلام. فلنفترض مثلا نحن شركه، خلاص انا بكتب بس يعني مجرد نصوص توضيحيه للمثال وخلاص. انت هتكون مجهز الداتا بتاعتك وتكتبها. كتبنا الحاجه هنا، ممكن نيجي عند الستايل ونقول له والله عايزين نغير النص بتاع الكلام ده، احنا كاتبينه مثلا هنا عربي فهنخليه بالخط بتاع الجوال. وهنيجي عند الوزن هنا نخليه مثلا 600 او 400 كويس. وممكن نيجي نكبر الخط شويه نخليه مثلا 20. ونيجي هنا عند مثل الاعلانات دي، نيجي هنا عند الكونتنت ونيجي مثلا عند مثل، عايزين نخلي من اول كلمة جوجل هنا كده دي تبقى تحت جنب دول. هنا بقى في التكست اديتور مش محتاج تعمل البي ار اللي احنا قلنا عليها، مجرد لو دوست شيفت انتر هتلاقيه هو نزلها لك تحت بالشكل ده. تمام. طيب اللي بعدها الزرار، هنيجي ندوس على الزرار. هنا بيقول لي والله التكست اللي مكتوب في الزرار مكتوب مور ديتيلز مثلا، هنفترض هنكتب فيه اعرف عن خدماتنا او اعرف خدماتنا، خلاص بالشكل ده. وهنيجي نحط هنا لينك. اللينك ده بيعمل ايه؟ اللينك ده عشان يودي على الصفحه بتاعتنا. فانا لو جيت هنا وقفت هلاقي من ضمن الصفحات اللي عندي، وهنتعلم طبعا برضو نغير دول ازاي، هلاقي عندي صفحه اسمها السيرفيسز او الخدمات بتاعه الشركه بتاعتي. فهدخل على الصفحه دي، اقدر اروح واخد اللينك ده كده كوبي، وجاي هنا اقول له احطه له في اللينك. فبالتالي اللي يدخل يشوف الزرار ده لو داس عليه يحول له صفحه اللينك. طبعا اقدر احط هنا لينك اي حاجه خالص، ممكن احط رقم تليفون عشان الشخص يتصل بيا على طول او واتساب، وهكذا. هنتعلم برضو ازاي نعمل اللينكات دي. يجي هنا عند الستايل بتاع الزرار ده، وليكن مثلا التكست كلر باللون الاسود، ماشي مش مشكله. هنيجي بس عايزين نغير في اعدادات الخط، نخليه برضو التجوال. وهنيجي عند السايز بتاع الخط ونكبره شويه، نبتدي نشوف الحجم المناسب. اعتقد 15 كده كويس، او ممكن حتى نخليه 17. والخط هنخليه مثلا 800، فبقى شكله كده تمام. ممكن اجي اغير لون الخط اخليه ابيض عادي، بس ابيض مش هيبقى لطيف، فخلينا اسود زي ما احنا. خلاص. وادي شكل الزرار بتاعنا. هنلاقي في الزرار في الستايل في حاجه تحت زادت، وهي اسمها البوردر ريديوس والبادنج. البادنج دي هي اللي بتتحكم في الشكل بتاع الزرار نفسه. برضو دي حاجه متقدمه مش هنلجأ لها دلوقتي، لكن ممكن نشوف البوردر ريديوس. البوردر ريديوس دي وهي باختصار بتخلي الحواف او الكورنر بتاعه الزرار نفسه او بتاعه العنصر نفسه زي ما انتم شايفين كده فيها ايدج دائريه. يعني انا لو جيت شلت ال 15 دول كده مسحتهم، هلاقي ان الزرار بتاعي حوافه بقت حاده زي اي شكل زرار عادي. فانا عايزه يبقى دائري شويه بيدي شكل الطف، فممكن اروح جاي هنا كاتب 15، فاقول له اعمل لي شكل دائري لحواف الزرار. طبعا انت عندك هنا التوب، الرايت، البوتوم، الليفت، انك تتحكم في كل زاويه من الاربعه. فانا هنا هتلاقي في عندي هنا لينك. اللينك ده لما بكتب في حاجه بيعمل لينك ما بين كله، فهتلاقي كله متساوي. انا ممكن اروح شايل اللينك ده واقول له مثلا انا عايز الحواف تبقى في الشمال واليمين بس، او فوق وتحت بس، يعني توب وبوتوم. هشيل الرايت والليفت، فهاجي الاقي هنا البوتوم اتعمل فيه 15 والتوب اتعمل فيه 15، لكن الليفت والرايت من هنا دول ما اتعملش فيهم. برضو الشكل ده كده لو جينا شفناه الشكل ده لطيف جدا عجبني. لو جينا برضو وقفنا تاني عند الزرار اهو، اتاكد ان انا محدد الخانه بتاعت الزرار. طبعا انت في الاول عشان ما تلخبطش تبقى فاتح ده عشان تبقى عارف انت دايس فين. فانت لما مجرد ما دوست هنا هتلاقيه جايب لك هو عند البوتوم
لو جيت دوست هنا هتلاقيه جايب لك عند التكست اديتور. هنيجي هنا قلنا الزرار ده شكله عاجبنا خلاص، برضو الخانه بتاعت الادفانسد هنلجأ لها بعدين. هنيجي عند الايقونه دي، ممكن الايقونه دي اغيرها او اسيبها زي ما هي. الايقونه دي بتعرف يعني ان هو يعمل سكرول، فلنفترض انا مش محتاجها في اي حاجه، فهروح جاي واقف هنا عليها في الاستراكشر او الهيكله، واروح جاي دايس على زرار الديليت او كليك يمين عليه واروح قايل له والله انا مش عايز العنصر ده ديليت. خلاص. طيب عملت كنترول زد، تمام، هاجي اقف هنا كده بره واعمل كنترول زد، هتلاقيه رجع لي الايقونه بتاعت الزرار تاني. خلاص. ممكن اروح جاي برضو واقف انا عليها هنا كليك يمين وقايل له ديليت. دي اكتر من مكان. فانا كمان بعرفك ان انت وانت شغال مثلا لو انا جيت هنا كتبت مثلا وغلطت، كتبت دي كده خلاص ودي غلطه انا عايز ارجع للي قبلها، فلو دوست كنترول زد زي اي برنامج مثلا زي الفوتوشوب او حاجه هتلاقيه هو حافظ مسوده رجع لك الدي تاني او رجع لك الخطوه اللي قبلها. طيب خلصنا كده من القسم ده، نفترض ان احنا ظبطناه خلاص. محتاجين بس نغير الصوره بتاعه الخلفيه، او ده الجزء بيسموه الهيرو سيكشن. انا عايز اغير الخلفيه دي، فابتدي اشوف الخلفيه دي محطوطه فين. هاجي اقف على الكونتينر ده الكونتينر الرئيسي، هاجي ادخل على الستايل هلاقي الباك جراوند هنا بس ما فيهاش حاجه، يبقى هو مش في الكونتينر ده، في اللي بعده. فهختار الكونتينر اللي بعده من هنا، واجي ادخل على الستايل هلاقي الصوره بتاعتي ظهرت هنا وانا عايز اغيرها. فلنفترض ان انا عايز اغيرها. طيب اجيب الصور منين؟ الصور في موقع اسمه بيكسل، لو جيت بصيت فوق اهو بيكسل دوت كوم، ده تقدر تاخد منه صور ومجانيه معلهاش اي حقوق، فتقدر تستخدمها بشكل طبيعي جدا. فاحنا هنا عندنا الموقع ده مثلا احنا قلنا ان هو بيتكلم عن مثلا الماركتنج والاس اي او، فممكن يجي هنا في البحث في الفوتوز ونكتب مثلا اس اي او، مش عارف ممكن نلاقي حاجه زي كده اصلا ولا لا. ماشي، في بعض الحاجات لذيذه اهي. هنفترض مثلا هنختار دي، الصوره دي كويسه، هتفتحها هتلاقي الصوره ليها فري داونلود. لو دوست على السهم ده هيجيب لك اكتر من مقاس ليها. عندك الاوريجينال مساحته او مقاسه كبير، الصوره بتنزل بجوده عاليه جدا، فممكن نختار مثلا مقاس اللارج ده كويس ونقول له داونلود. هيبتدي يفتح معايا، احمل الصوره عادي واقدر انزلها. طيب قبل ما نيجي ننزل الصوره على الموقع او اختار الصوره دي عشان اغيرها، لو انا جيت دخلت هنا بصيت الصوره اللي انا نزلتها، مساحتها كبيره، فهاجي ابص هنا الاقي مساحتها 176 كيلو بايت. طيب هل انا ما اقدرش ارفعها عندي على الموقع؟ اقدر، بس انا لو عايز الموقع بتاعي يبقى سريع ويشتغل بجوده كويسه والعملاء يتصفحوه بسرعه ما يبقاش فيه مشاكل، فانا ما ينفعش انزل اي صوره يعني بعملها او بنزلها اروح حاططها على الموقع على طول. زي ما انتم عارفين ان كل صوره وليها صيغه، فعندي في صوره بتبقى بصيغه جي بي جي، صوره بصيغه بي ان جي، وهكذا. افضل صيغه موجوده او ان انا اقدر اشتغل بيها للصور في المواقع بتاعتي هي صيغه اسمها دبليو اي بي، دبليو او ويب بي. ويب كده اللي هي اختصار لويب سايت مثلا، وحرف البي تقيله. صيغه الويب دي هي صيغه بتتيح ان الصوره تبقى بنفس الجوده بتاعتها، يعني بيضغط الصوره بشكل يخليه نفس الجوده بتاعتها، ما تقلش الجوده بتاعتها، ولكن تبقى بمساحه اصغر. طب احنا عايزين نعمل ده ازاي؟ انا لو جيت رفعت كده الصوره دي الصوره الاولانيه مساحتها 176 كيلو بايت، ده رقم كبير جدا. فانا لو جيت حطيتها عندي هنا على الموقع، اللي بيفتح الموقع اول مره وبالاخص لو النت عنده بطيء او انا الاستضافه بتاعتي عندي ضعيفه، الموقع هيبقى عنده بطيء قوي. طب انا احول الصوره ازاي قبل ما ارفعها هنا على الموقع؟ باجي اروح فاتح عندي هنا جوجل وهكتب له كونفيرت مثلا وليكن بي ان جي صوره عندي، او جي بي جي، انا عندي اللي هي الجيبك عادي جي بي جي، تمام، واقول له تو ويب بي وادوس انتر. هيظهر لي اول موقع ده اللي هو اسمه كلاود كونفيرت، تقدر تستخدمه اول 10 صور ببلاش. وهبتدي اعمل سيلكت الصوره، هقول له والله دي الصوره اللي انا عايز احولها وصيغتها جي بي جي، هلاقيه هو اتعرف عليها على طول وبيقول لي ان هو يعمل لها كونفيرت للويب بي، اتاكد انها معموله على الويب بي. هقول له كونفيرت، كده هو عمل الصوره بتاعتي، اقدر اعمل لها داونلود. طيب تعالوا بقى بعد ما نعمل لها داونلود نشوف هي بقى مساحتها قد ايه. نيجي نفتحها هنا كده نعمل لها داونلود، هنلاقي ان الصوره هي زي ما هي. هنا فتحنا هنا نلاقي الصوره زي ما هي، ولكن بقت بصيغه الويب ومساحتها بقت 95 كيلو بايت. طبعا هي ما قلتش كتير، المفروض انها تقل اكتر من كده بس على حسب الصوره، ولكن انا من 176 كيلو بايت بقيت 95 كيلو بايت، يعني انا تقريبا قليت حوالي النص او ازيد، فده رقم يفرق معايا جدا.
ولو جيت فتحت الصورة بصيت عليها هلاقيها بنفس جودة الصورة الأصلية اللي أنا منزلها، يعني لو جيت هتلاقوا مفيش حرفيا أي اختلاف، ولكن المساحة أقل بكتير. طيب هقفل ده، خلاص أنا نزلت الصورة بتاعتي. افتح الموقع بتاعي عادي خالص، وهاجي هنا عند الايمج دي هدوس عليها، هيقول لي انت عايز تعمل ايه. في عندي اختيارين هنا، بيقول لي ابلود فايل، سيلكت فايل، اقدر احمل ملف انا محمله عندي على الكمبيوتر. وعندي الاختيار التاني هنا فوق على الشمال اسمه الميديا لايبراري، وهنا ده المكان اللي بيتحفظ فيه كل الصور الخاصه بالموقع بتاعك. اي صوره بترفعها او بتحطها بتبقى موجوده في الموقع بتاعك بتبقى موجوده في الميديا لايبراري هنا. فلو خدنا بالنا الصوره اللي محطوطه هنا اللي هي دي هتلاقيها محفوظه عندك هنا في الميديا لايبراري. في حاجه برضو كنا المفروض ناخد بالنا منها، ان انت لما تيجي تغير الصوره، يعني الصوره زي دي المفروض ان انت تشوف ابعاد الصوره اللي عندك ايه وتعمل واحده زيها. احنا نزلنا وخلاص، فمثلا ابعاد الصوره دي 1476 في 763. تعالوا نرفع اللي احنا نزلناها دي كده ونشوف هتبقى مناسبه ولا هنحتاج نعدل حجمها. اقول له سيلكت فايل، هختار الصوره اللي اخرها ويب بي وهرفعها له. هيبتدي يرفعها عندي، اقدر احط لها عنوان عادي واقدر احط لها الت تكست، وهنعرف ايه هو الالت تكست لما نيجي نتكلم عن الاي سي او. هدوس سيلكت، هلاقي بكل بساطه الصوره اتغيرت عندي على طول. طيب الصوره بعد ما اتغيرت عندي انا حاسس ان الكلام، اللون بتاع الكلام مش حلو، مش باين كويس، مش واضح من الصوره. ولو غيرته اللون اسود مثلا، يعني جينا هنا للكلام دوسنا عليه وبعد كده اخترنا ستايل وجينا قلنا له مثلا عايزين نغير اللون بتاعك للون الاسود، هلاقي برضو الكلام مش واضح. نعمل كنترول زد نرجعه له. طيب في الحاله دي نعمل ايه؟ في الحاله دي احنا محتاجين الخلفيه تضلم شويه، يعني تبقى عليها طبقه كده اغمق شويه بسواء لون تاني او لون اسود، بحيث ان الكلام اللي انا كاتبه يبان. فانا هاجي هنا عند الكونتينر ده عشان ده اللي فيه الصوره، وانا عندي هنا الصوره واقف عليها، وهاجي اقول له انا عايز اضيف على الصوره كلر. هلاقي عندي حاجه هنا اسمها كلر، هفتح الكلر وهاجي اقول له اختار لي مثلا اللون الاسود. معذرة مش من الكلر، هنيجي نشيل ده كده نرجعه تاني. معذرة مش من الكلر. هنزل تحت الاقي حاجة اسمها باك جراوند اوفرلاي، وهختار الكلر اللي هنا، اروح جاي مختار اللون الاسود. لو انتوا خدتوا بالكم كده هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا الصورة ابتدت تغمق. اقدر احط اي لون، خلينا نختار الاسود دلوقتي عشان احنا عايزين نغمقها. وبعد ما اخترت الاسود الاقي عندي حاجة تحت اسمها الاوباسيتي. الاوباسيتي دي اللي هي الدرجة بتاعة سطوع اللون ده، يعني يبقى غامق قوي ولا فاتح قوي. فهي 3/10. لو خليناها مثلا هنا نفترض نص، فهاجي ابص الاقي الصورة عندي غمقت خالص، الكلام بقى شكله اوضح من غير ما اغير او من غير ما العب في اي حاجة. فانا لو جيت لغيت مثلا ده كده خليته 0، الصورة كانت كده في الاول بارزة قوي كده او ساطعة والكلام مش واضح. لما جينا حطينا عليها الباك جراوند اوفرلاي وعملناها نص، هنلاقي الصورة عندي ابتدت تغمق، بقى شكلها ألطف والكلام بقى أوضح. طبعا أقدر أغير اللون ده أي حاجة. لو عندي هوية تانية ممكن أخليه مثلا باللون الأصفر افتراضا مثلا، يعني لو أنت بتعمل تصميم كده وتبتدي تقدر تغير في اللون، لكن احنا المناسب بالنسبة لنا الأسود فهنستمر على الأسود. احنا خلاص السكشن ده كامل يعتبر غيرناه وظبطناه. أنا لو جيت هنا عندي على الموقع بتاعي عملت ريفرش أو جيت للهوم، نعمل بس ريفرش تاني، الخطأ اللي حصل او اللخبطه اللي حصل دي ما تلاقوش منها، مجرد ما تعملوا ريفريش عادي هتروح، بيبقى بس خطأ في السي اس اس في التحميل. هاجي ابص على الصفحه الرئيسيه عندي، ندي كمان ريفريش، هلاقي كل حاجه لسه زي ما هي ما اتغيرتش. وده لان انا الشغل اللي انا عملته ده انا لسه ما عملتلوش ببلش او ما نشرتوش. فلو جيت بصيت فوق عندي على اليمين هنا هلاقي حاجه اسمها ببلش. يعني ايه ببلش؟ يعني انشر كل اللي انا عملته ده، فطبق كل اللي انا عملته ده. بعد ما عملت ببلش دي بقى لونها رمادي كده خلاص اختفت. لو جيت هنا على الموقع بتاعي عملت ريفرش، هاجي ابص الاقي التغييرات اللي انا عملتها اتعملت. ادي العنوان وادي الوصف بتاع الشركه بتاعتي مثلا وادي الزرار، والصوره بتاعتنا محطوطه وشكلها لطيف. لو انا جيت طبعا دوست على الزرار ده كده هلاقيه بيحولني على الصفحه بتاعه السيرفيس اوتوماتيك. خلاص يبقى احنا كده عرفنا نعدل في الجزء ده ازاي، او نستخدم اليمنتور بشكل مبسط ازاي. الموضوع مش معقد وصعب، ما تاخدش بالك ان يعني او ما تحسش ان في حاجات كتير هنا فانت هتتلخبط. بالعكس الموضوع سهل جدا. لو بالعربي كمان هتلاقي الموضوع اسهل، بس انا كنت حابب بالانجليزي لان في بعض الحاجات في الترجمه العربيه هنا يعتبر ملهاش ترجمه، هتبقى مستفزه فمش هتبقى عارف تتعامل معاها او مش فاهم معناها صح. يعني الحاجات اللي هتلاقيها مترجمه صح زي اللون وهكذا، لكن في بعض الحاجات هتلاقيها غريبه معاك. طيب على هذا الاساس بعمل كل ده في كل جزء
من العناصر دي، نقدر نمسك عنصر مع بعض، ولكن أنا حبيت في البداية كده يبقى الدرس خفيف شوية، نتعلم على سيكشن واحد تعرف فيه الأساسيات وتجرب تغيره زي ما أنت عايز. طبعا تقدر تلعب هنا وتعمل اللي أنت عايزه، زي ما أنت شايف احنا كاتبين هنا عربي، تقدر تكتب عربي انجليزي اي لغة انت عايزها. تقدر تخلي الكلام ده زي ما قلنا يبقى مثلا ناحية اليمين، او الموقع بتاعك مثلا من رايت تو ليفت اللي هو عربي، وهكذا. تقدر تخلي هو الكلام، لو خليت هنا الكلام يمين جيت على الستايل واقدر اخلي الكلام رايت، فتلاقي الكلام بتاعك جاي من اليمين للشمال مظبوط. اقدر اخلي الانجليزي مثلا زي ما هو سنتر، او اخليه ليفت، فتلاقي الكلام بتاعك شكله كويس. لكن احنا هنخلي كل حاجه في النص عشان يبقى شكلها متناسق. قبل ما نقفل الدرس عايز اقول لكم على حاجه، وهي ان انت عندك في حاجه اسمها الريسبونسيف. دي حاجه صغنطوطه كده قبل ما نقفل. الريسبونسيف دي وهي ان كل جهاز بيبقى ليه شكل معين، فاحنا بنشوف دلوقتي بنعدل الشكل بتاع الكمبيوتر. اغلب اليوزر انتوا عارفين ان هم بيدخلوا من الموبايل، طب الشكل بتاع الموبايل هيبقى عامل ازاي؟ لو جيت بصيت فوق هنا في اليمنتور في النص، هتلاقي اليمنتور بتقول لك على كل جهاز انت بتستخدمه وتقدر تعدل عليه. فلو جيت بصيت على الجهاز ده كده او وقفت عليه هيقول لي ده الشكل الخاص بالتابلت. فلو جيت فتحت جزء التابلت كده هلاقي الشكل بتاعه. طيب هلاقي العنوان هنا مظبوط، مفيش فيه مشكله خالص، ممكن احتاج اكبره شويه، فاروح جاي واقف عليه هنا وداخل على التايبوجرافي ومكبره شويه، مخليه بدل 50 مخليه مثلا 60، فكده شكله بقى الطف شويه. هنا الجزء ده ممكن ابتدي برضو اكبره او اصغره بحيث ان الكلام يبقى شكله افضل. لا نخليه مثلا 19، والزرار بتاعنا شكله مظبوط. فكده انا ضمنت ان الشكل كمان لو حد هيفتح من التابلت الموقع بتاعه هيبقى متجاوب، ريسبونسيف يعني متجاوب او متناسق مع الشكل. طيب نيجي نبص على شكل الموبايل. هفتح شكل الموبايل هلاقي شكل الموبايل بتاعي مظبوط، ولكن برضو الكلام هنا مش مظبوط قوي. فهاجي هنا عند الكلام ده ممكن اكبره شويه على الموبايل، اقول له مثلا خليك 38، وعند ده ابتدي اخش على الخط بتاعه واكبره لحد ما يبقى شكله مظبوط. فممكن نخليه بالشكل ده. خلاص يبقى كده اللي هيفتح عندي من شكل الموبايل الشكل ده هيبقى عنده كده. شويه الاعدادات او التغييرات اللي احنا عملناها دي هتفرق في ايه، او هل هتاثر على ايه؟ يعني انا لو جيت هنا على الكمبيوتر مثلا، رجعت تاني على الكمبيوتر، انا هنا الخط عندي لو وقفت عليه هلاقي عند النص او الوصف ده الخط بتاعي هلاقيه السايز بتاعه 20. لما انا باجي ادخل على موضع التابلت او الموبايل، لما انا بغير هنا يعني لو جيت بصيت هنا النص هلاقيه كام؟ هلاقيه 19 مش 20. فبالتالي كل وضع من دول في الاعدادات دي بتبقى ليه اعدادات منفصله عشان ما تبوظ، لان مش منطقي انا لو بغير هنا بيروح متطبق على الباقي، يبقى انا مش هعرف اخلي كل واحد بشكل. فاللي بيحصل على الكمبيوتر هتلاقي في التعديلات اللي انا بعملها، اغلب التعديلات هتلاقي جنبها علامه الكمبيوتر، ده معناه ان انت بتعدل في الوضع بتاع الديسكتوب بس. لو جيت على وضع التابلت هلاقيه بيقول لي ان انا التغيير اللي هتعمله هيغير على التابلت بس، يعني مش هيأثر لا على الموبايل ولا على الكمبيوتر. وفي وضع الموبايل نفس الفكره، بيقول لي انا باثر على الموبايل بس ماليش دعوه بالتابلت ولا الديسكتوب. اغلب الاوقات او اغلب الثيمات اللي احنا بننزلها بتبقى هي اصلا ريسبونسيف مع الحاجه كلها بشكل اوتوماتيك، يعني ما بتحتاجش تعمل تعديلات كتير. هو انت بتراجع زي ما احنا راجعنا مثلا على الموبايل بتلاقي تعديل بسيط قوي تعمله، لكن اغلب الحاجه بتلاقيه هو ظبطها بشكل احترافي لوحده من غير ما انت تتعب كتير. بعد ما خلصنا هذه التعديلات ندوس له ببلش، ونيجي عند الموقع بتاعنا نعمل ريفرش ونحاول نشوفه في وضع الموبايل. عشان نشوفه في وضع الموبايل بتدوس كليك يمين في اي مكان وتدوس انسبكت زي ما كنا اتعلمنا قبل كده لما كنا بننزل الويندوز. هسيب لكم الفيديو في الاي اللي فوق ان ازاي تنزلوا الويندوز من مايكروسوفت الشركه الرسميه نفسها. وبنيجي ندخل هنا على اليمين وندوس على الشكل ده كده بيحول لي لشكل الموبايل. نيجي نبص نلاقي شكل الموبايل اللي عندنا شكله لطيف جدا. طبعا تقدر تبص على طول من موبايلك تختبر وتشوف اللي انت عملته ايه. فلحد هنا كده انا حبيت الدرس يكون خفيف، نتعرف بس على اليمنتور بسيط كده، والدروس الجايه ان شاء الله نبتدي نعدل في الحاجات دي سريعا ونشوف بقيه الصفحات ازاي نغير المنيو دي. وفي حاجه مهمه عايز اقول لكم عليها، لو انتوا عايزين من الدرس الجاي نبتدي نحول من الانجليزي نقلب عربي، يعني نخلي كل الحاجات دي عربي ونرجع الوردبريس عربي تاني. لو عندكم مشكله في اي حاجه اكتبوا لي بس تحت في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ودرس جديد. سلام.